هاي. طبعا باين ان انا لسه واخده الشاور بتاعي وطالعه، بس انا النهارده برضو هفتكس افتكاس تانية بعد الشاور، فقلت اطلع لكم وانا لافه شعري بالفوطه ومش هشيلها غير معاكم. المهم النهارده مش هنعمل انترو يلا بينا ومش عارف، احنا هنبدا في الفيديو على طول ان احنا هنعمل افتكاسه بعد الشاور. انا بحب اخر الاسبوع كده اهدي اعصابي خالص واعمل بقى ماسك شعري وبشرتي وسكراب وايدينا بصي نعنشه. اخر الاسبوع معروف للنعنشه. المهم اول حاجه انا هعملها، انا غسلت شعري عادي، اخدت شاور عادي وغسلت شعري بالشامبو والكونديشنر، وطالعه معاكم ان انا هحط حمام الكريم الفرنسي لو فاكرين ان انا اتكلمت عنه قبل كده، بس انا المره دي ما حطيتوش في الشاور، هسلك شعري واحطه على الشعر نفسه. وهوريكم بقى عبال ما يقعد شويه على الشعر هنعمل ايه في جسمنا، بمناسبه ان النهارده اخر ايام الاسبوع. طيب انا بس كده بعد ما فكيت شعري وسرحته تمن تسريحيه بس عشان اعرف ان انا اوزع عليه الماسك. بصوا شعري وهو مبلول عامل ازاي، شعري قد شويه قد ايه قد كده اهو، يعني الحمد لله على كل حاجه. المهم هنفتح الماسك الاختراع بتاعنا وهنحط منه. اوعوا ننسى دول، اوعوا ننسى خالص، اوعوا تنسوا دول ان احنا لازم نقلعهم كل مره اهو. طيب انا ليه سلكت شعري وليه حطيت بصوا انا ما بجيش خالص، انا باخد هنا دي كده بالحب، اصلا ما بيبقاش ايدي مليانه، باخدها كده اهو اهو شعري كله كده 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 كده، وهروح واخده برضو نفسي. انا عايزه اقول لكم حته صغنونه قوي هتعمل شعرك كله، شعرك هيتبسط جدا يعني. طيب تاني حاجه انا هقلع البريسنج اللي في ودني عشان برضو ودني ترتاح شويه من الحاجات دي، بمناسبه ان احنا ريلاكسنج خالص اخر الاسبوع بنريح ايدينا وجسمنا وكل حاجه. فانا هقلع البريسنج اللي في ودني، البريسنج اصلا بايظ من الشامبو والحاجات دي. طيب هنعمل ايه كمان، عايزه اوريكم بس ايه تمنية تسريحه اللي انا عملتها. بصوا برش من التمنية تسريحه اللي انا عملتها في شعري. المهم هروش بودي سبلاش وهنرطب جسمنا عقبال احنا كده كده حاطين الماسك هنا، فبقى هنرطب جسمنا ونظبط الدنيا. انا بحب ارطب بجونسون عشان بحس ان هو ترطيبه جامد قوي وبيظبط لي جسمي جامد قوي، فهنرطب بجونسون ايدينا ورجلينا. المهم انا رطبت ايد بعيد عن الكاميرا وهرطب التانية قبل الكاميرا. اجمد حاجه فيه بجد انا بحبها قوي فيه ان هو حته منه بيترطب. بصوا شايفين الاويل الظاهر ده تحفه، انا بحبه جدا وبحبه قوي بصراحه، ترتيبه بالنسبه لي اختراع كده وحاجه متعايش جدا. هنعمل ايه كمان اخر الاسبوع بقى ونروق على نفسنا ونعمل كل حاجه خالص. بحب ارطب الحتتين دول واحط فيهم كل حاجه، بس احنا كده رطبنا دلوقتي بالزيت اويل او زيت جونسون او اويل جونسون ما علينا يعني. المهم ان احنا رطبنا بالبتاع اللي احنا رطبنا بيه ده شويه كده. هنعمل بعد كده هنعمل ايه، هنمسح المانيكير المحطوط في ايدنا بمناسبه ان احنا عاملين اخر الاسبوع بقى فبنروق على نفسنا جامد. اروح امسح صوابعي كلها من المانيكير وهجيلكوا. المهم انا حطيت الماسك في شعري وقلت ان انا هجيلكوا بعد ما امسح المانيكير ومسحته كله الحمد لله. عايز اقول لكم انا طلع عيني عشان انضف ضوافري بجد، اللون اللي انا كنت حاطاه ده كان لون مش مميز جدا. المهم بعد كده انا هرطب جسمي ببادي لوشن، ده بادي لوشن مجهول المصدر ومعرفش مصدره ايه بصراحه، فما انصحش حد ان هو يجيبه او يعمل بيه اي حاجه. وانا بحب ريحته معلين قوي، انا اصلا بحب قوي مش عارفه اهو بقى. بحب بقى ايه لو عاوزه الطخ بقى تلطيخ جامد. عايزه اقول لكم ان هو ريحته بتبقى حلوه بس ما بقدرش احطه هو على طول دايركت بعد الشاور، لازم الاول ان انا ارطب ايدي بحاجه كويسه وبعد كده اروح احطه هو. يا ريحته حلوه قوي قوي، ريحته جميله بس بيرطب كده بيخلي
الموضوع جميل قوي. طيب انا كده رطبت ايديا الاتنين كلها، وكده يعني رطبتها الاول، وبعدين حطيت بعد ما نشفت بشويه وعديت شويه من الوقت حطيت البادي لوشن المجهول المصدر اللي عندي. المهم احنا كده اهتمينا بشعرنا وحاطين عليه الماسك، بس انا سيبته معرفش هو عامل ايه كده ما علينا. كده اهتمينا بشعرنا واهتمينا بجسمنا ومسحنا ضوافرنا. وعلى فكره انا حطيت ماسك بس نسيت اصوره لكم، حطيت سكراب ومسحته وغسلته يعني، بس نسيت اصوره لكم. المهم الخطوه اللي بعد كده هي ان اهم حاجه ان احنا ما ننساش مشروبنا وسط الحاجات دي كلها، المشروب المفضل بتاعنا ما ننساش. بعد كده هنعمل ضوافرنا. نسيت اقول لكم ان انا لبست البريسنج عشان البريسنج ده مقلق معايا قوي فبيقفل، فيا دوب انا قلعت عقبال ما احط الماسك في شعري وظبطنا ودنينا وكده، وبعد كده لبست البريسنج تاني. المهم عايزه اقول لكم ان انا كنت فاتحه الفيديو او انا قلت اصور الفيديو بس اصور لكم الافتكاسه عشان دي افتكاسه من ضمن الافتكاسات بتاعتنا، بس الموضوع وسع مني وكملت معاكم الروتين من بعد الشاور لغايه لما هنروح ننام خالص. ويعني هو بقى روتين بعد الشاور، وبقى يعني يعتبر الحاجات اللي بنعملها في يوم الفاضي او اخر الاسبوع او اليوم اللي انت عاملاه الاهتمام بنفسك. المهم حان الان ان احنا هنعمل الزيت بتاع الضوافر او هنستخدم زيت الضوافر ده. مش فاكره اتكلمت عنه ولا لا، بس انا لو متكلمتش عنه فانا عامله له بلان مخصوص ان انا قريب جدا هتكلم عنه. فيلا بينا نعمل زيت الضوافر. دي ضوافري بعد ما اتمسحت، وده الزيت ده بحب اقلبه كده اهو عشان كل المكونات تعمل مع بعض. عايزه اقولكم بصوا انا بشربه بجد زيت اختراع ومش طبيعي. بصوا اصلا قوامه تحفه للضوافر. انا مش من الناس اللي بسيب ضوافري كتير فاضيه بصراحه، دايما بحب ان انا بحط فيها مانيكير، بس ما بصدق بقى الوقت اللي انا امسح المانيكير من ضوافري ان انا استغله ان انا اعمل ليها يعني هنمشيه حمام زيت للضوافر عادي. فبصراحه بيبقى بالنسبه لي ده يوم المنى، يوم ما امسح المانيكير عشان اغيره فاروح حاطه الزيت ده شويه. المهم انا مش عارفه الزيت واضح ولا لا. المهم انا كده بعد ما حطيت زيت الضوافر انا مش عارفه هو باين ولا لا، بس هنعمل ايه بقى الستيب اللي بعد كده. انا بحب ان انا اشرب ضفري نفسه من الزيت، فهنعمل ايه. بحب اعمل كده واقعد اعمل كده اهو كده اهو كده اهو كده، اكيد باين انا بعمل ايه. هوريكم ان انا اعمل بس مساج للضوافر جامد قوي، ان انا اشرب الضوافر من الزيت، يعني من الزيت كله او من الزيت الضافر يشرب من الزيت كله، فالضفر كله يبقى شارب من الزيت يمين وشمال وفوق وتحت، ونقعد نعمل كده. دي حركه انا بحب اعملها، ما بحبش احط زيت واسيبه عامه اي زيت ضوافر، واقعد اعملها كده وكده وكده كتير لغايه لما احس ان خلاص ما بقاش فيه اثر. انا مش عارفه، بصوا انا هحاول اوريكم بس هو الموضوع فاشل قوي ان انا اوريكم. يعني كنت عايزه اوريكم ان لما احنا لازم نبقى لسه حاطين الزيت وهو قبل ما نعمله كده وبعد ما بنعمله. المهم اخلص ايدي الاتنين وهجيلكوا تاني. طيب انا كده خلصت ضوافري ورحت شطفت شعري وسرحته، اكيد باين ان انا سرحته وعملناه كحكه صغنطوطه كده. انا بس بحب اعمل الكحكه دي حابه كده تنشف وبعدين اشوف انا هعمل في شعري بقى، اذا كنت هعمله ضفيره او هنام بيه كده او الفه او اشوف انا هعمل فيه، لسه ما قررتش بصراحه. بس احنا كده خلصنا الروتين كله بتاع النهارده من اول الماسك لغايه ان احنا اعتنينا بنص جسمنا او يعتبر 3/4 يعني. فيا رب الفيديو يبقى عجبكم، يا رب ان انا اخدتكم معايا تبقى عجبتكم والافتكاس تبقى عجبتكم، واشوفكم في فيديو تاني.